العربية السعودية، بعدها أقوى جيش عربي المملكة العربية السعودية، بعدها الإمارات، بعدها مصر. الحين أنا بسألك سؤال على قدك، من الأقوى؟ اللي بجيبه فلوس يشتري اللي يبيه، ولا اللي مفلس ياخذ سلف من الناس؟ منو أقوى؟ اللي بجيبه فلوس يشتري يروح البقالة ياخذ اللي يبيه، ولا اللي مفلس كله على الحساب؟ اللي معه فلوس أكيد. اللي مفلس اليوم يعطونه، بكرة ما يعطونه، بكرة يزعلون عليه يقول لا ما نعطيك شيء يلا مع السلامة. شو تسوي حزتها؟ السالفة مو سالفة نقاش فلوس، السالفة إن في معدات عسكرية وأنت تبيها، هذا يعطيك إياها بالمجان وبكرة يغير رايه. وانتوا ليه ما بتتكلموش غير عن الفلوس؟ وكأن ربنا ما اداكوش اي ميزة غير الفلوس، مع ان ممكن يكون عندكم ميزات كتير ممكن تتكلموا عنها. وعلى فكرة ربنا بيدي الفلوس للناس عشان يختبرهم، مش عشان بيحبهم. فاتقوا الله. انت بتتكلم على احصائيات عالمية، مش اي هبل واي هرتلة بيتقال على المصطبة. انا معايا فلوس فانا ترتيبي الاول. من الاسلحة اللي انت بتقول هتشتريها بفلوس كتيرة دي محتاجة رجالة تمسكها، مش تجيبها وتدفع فيها ملايين وتركنها تصدي جنبك. ما تحب تتكلم في موضوع مهم زي ده يبقى بلاش تاكل، او حتى لو اكلت يبقى بطريقة افضل من ده، لان الاكل له اداب، لان ده عندنا بيسموه الشبع بعد جوع. وبعدين خد لك موعظة من فرق الكرة عندكم، صرفتوا عليها ملايين وفي الاخر مستوى ضعيف جدا. قيس على ده بقى كل حاجة.